جنين البركان. كانوا يظنون أن الجبل يغلي بسبب الحمم، لكن الحقيقة كانت أرعب بكتير. اليأس كان المتسلق الوحيد اللي وصل للقمة، وهناك اكتشف أن فوهة البركان مش مجرد حفرة، دي كانت عين عملاقة لسه مفتوحة حالا. الجبل كله اهتز، وبدأت العصور السحرية تقع لتكشف عن جلد أسود لامع زي الأبنوس. التنين ما كانش عايش جوه الجبل، التنين كان هو الجبل نفسه. اليأس واقف مشلول لما لقى الرمش الواحد للتنين بحجم مركب صيد. التنين مطلعش نار، هو مجرد إنه اتنفس. سحابة من الرماد السخن لفت اليأس، وفي ثانية واحدة اختفت أصوات الطيور والرياح. مفيش غير صوت دقات قلب مرعبة جاية من تحت الأرض. التنين مرفعش راسه، صوته رن جوه جمجمة اليأس مباشرة: صغيرة هي النملة التي تجرأت ووقفت على جفني. الأرض انشقت وطلع منها مخالب طولها يوصل للسحاب، وبدأت تضم الجبل على نفسه. الياس وهو بيقع لقى نفسه بيشوف المدن البعيدة بتتحرق بمجرد ما التنين فرد جناحه اللي كان شايل غابات كاملة فوقه. آخر حاجة شافها قبل ما يختفي كانت الشمس وهي بتغيب ورا جناح التنين اللي غطى الكوكب كله. وقتها بس عرف إن العالم اللي عاش فيه طول عمره كان مجرد عش لسه بيتحطم.